هو أنا ينفع إن أنا أسجل شقة في الشهر العقاري تحت الإنشاء؟ يعني أنا دلوقتي رحت اشتريت شقة تحت الإنشاء، ده شيء طبيعي جدا وعقد صحيح 100% إن أنا أقدر أروح أشتري شقة تحت الإنشاء في عمارة. يعني المقاول بيبني، فأنا قلت له هشتري منك شقة في العمارة دي، مثلا الدور الخامس أو السادس أو الرابع أو الثالث، وبعد كده كتبت العقد بتاعي وخدت العقد بتاعي. فهل ينفع ان انا اروح اسجل الشقة دي وهي لسه اصلا قيد الانشاء؟ طبعا ده مش هينفع خالص، لان الحاجة اللي هيتم تسجيلها لازم تكون واقعية ولازم تكون موجودة. ده طبعا نابع من الاجراءات بتاعه الشهر العقاري، اللي هي اول الاجراءات دي ان انت بتروح تعمل رفع مساحي للعقار او للشقه اللي انت هتسجلها. فبالتالي تسجيل الشقه قبل ما تتبني ده مستحيل، ولكن بعد ما الشقه تتبني ويكمل العقار وتكمل الشقه بتاعت حضرتك تقدر تسجلها. فولو لايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده.